ابا الحاج ايلون ماسك المالك الجديد لتويتر عامل مشاكل من ساعه ما اتم الصفقه بشراء تويتر. رفض يجي اكتر من نص الموظفين بايميل، حته ايميل كده رفض بيه كل الموظفين دول، ومنعهم من دخول المبنى، وقال لهم روحوا اقعدوا في بيوتكم وسرحهم كلهم. لما ابتدى الكلام يكتر على الحوار دوت قال لك طب خلاص انا هدفع لكم الشهرين بالقانون اللي انتم المفروض تاخدوهم، بس تفضلوا قاعدين في بيوتكم. الموظفين قال لك لا يا باشا، ده لا شرع ولا دين ولا قانون يرضيه الكلام ده، فهم قرروا ان كلهم يقضوا. وابا الحاج ايلون هيدفع ملايين مملينه على قلبه قد كده غرامات للموظفين اللي طردهم بالشكل ده. يا ريتني كنت انا يا اخي. وقرر ابا الحاج ايلون ان هو يرجع لنا خدمه تويتر بلو، اللي هي العلامه الزرقاء اللي بتبقى جنب اسم المؤسسه او الشخصيه الهامه، بتبقى محطوطه جنبها. بس المره دي بقى هو هيرجعها بفلوس. قال لك $8 لكل الناس الغلابه بتوع الاندرويد، انما بتوع الاي او اس بتوع ايفون عشان هم ناس متريشه كده هيعملها لهم ب $11. الحمد لله يا رب على موبايل الاندرويد. ونجوم كتير قوي ابتدوا يسيبوا منصه تويتر بسبب سياسات ايلون ماسك. اخرهم كان المطرب الانجليزي إلتون جون، اللي قال ان مش عاجبه الكلام ده، وتقريبا هو مستخسر $11 ان هو يدفعها.